هاي ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. ويلكم باك تو ماي شانل. اهلا بيكم في قناتي. انا روان. فيديو النهارده انا كنت عامله له كذا بارت على الانستجرام وعلى التيك توك، ولكن كذا حد في الكومنتات قال لي على التيك توك ان هم عاوزين كل البارتات في فيديو واحد، وعشان الفيديو ده هيكون طويل فقررت ان انا اعمله على اليوتيوب. في فيديو النهارده هنتكلم عن البنطلونات اللي طالعه موضه ل 2023. هل البنطلونات هتعجبكم او لا؟ اكتبوا لي في الكومنتات ايه اكتر بنطلون هيعجبكم. يلا بينا نبدا الفيديو. اول نوع بنطلونات طالع موضه هو الكارجو بانتس. نوع البنطلونات ده فعلا بيكون شكله شيك جدا، كل دلوقتي الناس لابساه، معروف في كل المحلات سواء كانت محلات براندز او محلات عاديه. بنطلون الكارجو بقى دي عباره عن بنطلونات بيكون فيها جيبين او اكتر، ميزته ان هو بيكون واسع فبالتالي هينفع للمحجبات، بيكون شكله شيك جدا، وكمان من ميزاته ان انت تقدري تنسقيه باكتر من طريقه سواء كنت محجبه او غير محجبه. عيب البنطلونات دي الجيوب الموجوده فيه، لان طبعا الجيب بيكون كبير فبالتالي بيعطي مساحه اكبر للمكان اللي موجود عليه الجيب. فلو انت عندك اي مشكله مثلا في المنطقه اللي هيكون عليها الجيب يستحسن ما تجيبهوش، لان هو هيزود العيب ده وهيزود المنطقه دي بشكل اكبر، لان بمجرد ما حد بيشوف البنطلون ده عينه تلقائيا بتيجي على مكان الجيب. لكن في المجمل البنطلون ده فعلا تريندي جدا ولطيف وشيك جدا، واحسن حاجه فيه ان انت تقدري تعمليه باكتر من ستايل، وكمان من مميزاته ان هو بيليق على اكتر انواع الاجسام. اكتبوا لي في الكومنتات هل انتوا بتحبوا البنطلون ده واشتريتوه ولا لسه هتشتروه ولا اساسا مش حابينه. تاني نوع بنطلونات طالع موضه ل 2023 هو الاوفر سايز جينز. فعلا يا جماعه البنطلون ده لو جبتوه هتدمنوه حرفيا، مش هتحبوا تلبسوا اي بنطلون غيره. مميزات البنطلون ده ان هو واسع فبالتالي هينفع للمحجبات والغير المحجبات. تاني حاجه ان هو بيلم الجسم كده فبيبينك بشكل ارفع، وكمان عشان هو بيكون قصته طويله فبيبينك بشكل اطول. كمان البنطلون ده اساسا قصته بيكون شكلها جميله فبالتالي هي اساسا اللي بتحلي الاوتفيت بتاعك. فحاولوا يا جماعه بجد لو هتجيبوه ان انتوا تجيبوا منه اكتر من قطعه، ممكن مثلا بالوان مختلفه، لان انتوا هتدمنوه حرفيا لان هو مريح جدا جدا. تالت نوع بنطلونات طالعه موضه هي الباراشوت. وايوه يا جماعه ده البنطلون بتاع جانكوك. برضو البنطلون ده بيكون منتشر في اغلب المحلات. الباراشوت ده بقى بيكون عباره عن بنطلون معمول من قماشه خفيفه ولكن بيكون واسع جدا جدا. بيكون من تحت كده في زي استك، انت ممكن تشد الاستك ده وتضايقيه من تحت من عند الكاحل كده، او ممكن تسيبيه واسع وبكده يكون البنطلون واسع من اول فوق لحد تحت. زي ما قلنا ان قماشته بتكون خفيفه جدا جدا عشان قصته بتكون واسعه، لان طبعا ما ينفعش ان قصته تكون واسعه جدا جدا ويكون قماشه تقيله مثلا زي الجينز او كده، عشان اللي هيكون لابسه هيكون حاسس ان هو عامل شبه الباراشوت من كتر ما هو كبير فعلا، وساعتها هيكون اسم على مسمى. اكتبوا لي في الكومنتات ايه رايكم في البنطلون ده وهل ممكن تشتروه ولا لا. رابع نوع بنطلونات طالع موضه هو التيلورد بانتس. نوع البنطلونات دي فعلا يا جماعه بيكون زي الجوكر كده عندكم في الدولاب. هو بيكون عباره عن بنطلون قماش بس قماشه كده محترمه كده ماسكه نفسها، بيكون قصته عريضه وبيكون فيه كسر كده من عند الوسط. زي ما قلت ان البنطلون ده فعلا حرفيا كده زي الجوكر عندك في الدولاب، وده لاكتر من سبب. اول حاجه لانه هو موجود معانا في كل وقت ومدته حرفيا مش بتروح. تاني حاجه ان هو تقدري تلبسيه مثلا الصبح بالليل بشكل مثلا كاجوال، بشكل فورمال، في الشغل، في خروجه، فعلا في اي وقت. واهم حاجه ان هو بيكون فعلا مريح جدا وشكله شيك جدا، وهو اساسا كقطعه كده هو اللي بيحلي شكل الاوتفيت بتاعك. اهم حاجه لو انتوا بتتفرجوا على كي دراما او الدراما الكوريه هتلاقيهم هناك كلهم حرفيا لابسينهم سواء شباب او بنات. فعلا يا جماعه من القطع المميزه جدا والشيك جدا، تقدري تلبسيه باكتر من ستايل سواء كنت محجبه او غير محجبه، او حتى من النوع اللي بيلبس الحاجه الشيك او الحاجه اللي هي المودست. لحد هنا خلص فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبكم واستفدتوا منه. ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب، ولحد اشوفكم الفيديو الجاي كونوا بخير والى اللقاء.